2022 لعبنا. ميدو انا حبيت نسال سؤال عليه ولكن معليش نسالك ليك ومفتوح للجميع. كيف لمنتخب انا نعاود نولي لعلي بن شيخ ومن بعد عاود نرجع لك في هذا السؤال، ولا انه عندنا لاعبين يلعبوا في ميلواسي، في بورسيا دورتموند، في رايس روما، في شيبي فرانكفورت، انتراخت فرانكفورت، لاعبين عطال يلعب في نيس، بوداوي في نيس، بوداوي يلعب في نيس، لا عطال في نيس وبوداوي في نيس. لاعب عموره يلعب في بطوله ثاني هداف البطوله. يلعب في ولفرهامبتون. خليني نكمل بالواحد. بنبداو بعموره يلعب ثاني هداف في البطوله البلجيكيه. اسلام سليماني لعب في البطوله البرازيليه في كوريتيبا يعني، وهداف المنتخب الوطني احسن هداف. بالطالب يلعب في ليل. يعني عندنا لاعبين صراحه. هل المشكل فقط اليوم في الطاقم الفني وفي المدرب الذي تعنت وركب راسه بعدم مثلا استدعاء ابراهيمي، بعدم استدعاء سعيود؟ البلاطوات يهضروا على سعيود، والله ما يجي سعيود. علاه هذا التعنت بالرحمه وما حدث له السيد لا يحكم به في تاريخه هكذا؟ علاش كل هذا التعنت الذي هو ضد الجزائر وانت تاخذ ملايين وملايير بالعمله الصعبه؟ ملايير شهريا. ملايير شهريا. ربي يزيد له. لان اليوم انا راني بالكرافطه، راني بالكرافطه، جبت كرافطه زعما تاع الجزائر وفرحان، واليوم راح نفوزوا ونتاهلوا. قاعد نحسب نطيحوا مع مالي ومن بعد مالي نطيحوا مع السنغال، ولكن المباراه موريتانيا يا اخي صعب يعني ان تتجرع هذه الخساره. شوف اولا هذا المنتخب منتخب لاعبين بدون مدرب، هذا الشيء الاول. واحد ما كاش طاقم فني، ونجامي في لرد جمال بالماضي ما كان عندنا ستاف إيلارجي. مدرب الحراس هو المساعد، دو بريباراتور فيزيك. مدرب الحراس الذي لا يعمل. اصبر راني جايبين نائب مدرب الحراس. هذه هي، كاين مدرب الحراس وكاين نائب مدرب الحراس اللي يدرب الحراس يتيري لهم، باسكو لونطرينور دي غارديان بو ميم با فير سون طرافاي. 3 سنوات وحنا نحكيو على ستاف تكنيك إيلارجي باش يعاون الناخب الوطني. البعض يقول لك تحبوا ستاف إيلارجي وانتم ماكو تحكيو على الصالير تاع جمال بالماضي وحده، تما كو يدير ستاف إيلارجي. كاين بعض الاشخاص شي يقولوا خونوا الصحفيين، خونوا جميع من يتحدث عن المنتخب الوطني. لحقنا المرحله من التقديس لمدرب في حياتي ما شفتها. تقديس بأتم معنى الكلمه، خط احمر، خط اخضر، بمباركه بعض المطبلين. كاين بعض الاشخاص مع احتراماتنا لكل المهن. خويا الفوتبول سو كي سون في بور لو فوتبول. صح. انت تاع فن وتاع دربوكه ما تحكيش وتجي تخون في الناس. تكلمت على اسمح لي عرفات عامين وحنا نعانيو في وسائل التواصل الاجتماعي برا صحافه العار. دور الناس على الصحافه بواحد الطريقه ما تقدرش تيماجينيها. الى ديابوليزي لا بريس. كون كوا لا بريس هذه احنا جينا من مالي ولا من النيجر، وني با ديزالجيريان. الور ويزيد اليوم انا تصريح لي شدني، يقول لك احنا سنتحدث عن الاستقاله بعد العوده الى الجزائر. اخويا يفوت شو واحد يحترم نفسه ويحترم شخصيته، باللي كل عفسه عندها النهايه. محاوله اقتحام فندق المنتخب الوطني. شوف الناس راح حاضرين. خلينا باك نكمل، ما نتكلموش فيه مع بعض لانه احنا على المباشر وكان نتكلموا مع بعض ما يسمعناش الجمهور. محاوله اقتحام، انت على بالك بالمعلومه لانه عندنا جروب واتساب ولكن الجمهور ما يعرفش هذه المعلومه. محاوله اقتحام الانصار لفندق الملعب، الفندق اللي يتواجد فيه المنتخب، والامن يتدخل لاخلاء محيط الفندق بسبب تعنت الانصار. قال لك نقعدوا هنا حتى نلاقيو بالماضي ووليد صادي رئيس الاتحاديه الجزائريه كره القدم. الانصار رفضوا المغادره وجلسوا ارضا، متواجدين في الارض قاعدين امام محيط الفندق. الانصار يطالبون من وليد صادي اقاله بالماضي وليس هو اللي يستقيل، يطالبوه انه هو الذي يقيله من منصبه. الاخبار تتوالى وكل ما جينا جديد نعطيكم المعلومات. تكلمت على اللاعبين انت قلت ميلواسي. عندنا لاعبين يعني معاك اظن نجاوبك. تفضل. ميلواسي، ليل، نيس، بورسيا دورتموند. شكون اللي يجيب هاد اللاعبين ويصنع فريق؟ هو المدرب. ما عندكش فريق رضوان، ما عندكش ان جروب اللي تقدر تروح به بعيد في هذا وطاقم فني كاع. انا تمنيت ولو ما نحملش مسؤوليه بريزونت فيدراسيون، عندي امل كبير في وليد صادي كان يدعم العارضه الفنيه قبل لا كوب دافريك.
هل يقبل الطاقم الفني؟ يقبل ولا يروح رضوان؟ ما يقبل. هذاك الوقت كان في موقع رضوان ما يقبلش. انا معاك موافقك. رضوان سي با نورمال انت دي دو ماتش غادي يكون عاود لك وليدك الاول سؤال